نمضي 70 كيلومترا صعودا من مدينة مراكش في اتجاه إمليل، هذه القرية التي أسبغت عليها الطبيعة من آيات الجمال والروعة. نحن الآن في مبتدأ الطريق الوعرة إلى جبل طبقال. هذا المكان كان آخر عهدنا بوسائل النقل الحديثة في رحلتنا إلى ضريح سيدي شمهروش ملك الجان وأعلى هيئة قضائية لهم حسب الموروث الشعبي المحلي. الناس كيجيو لشمهروش وكيجيبوا الذبيحة وكيطلعوا لتما وكيزوروا وكيديو البغال، كاين اللي كيجيبوا العجلين وكاين اللي كيجيبوا الغنم كان واحد الموسم كيكونوا تما، وراه كيجيو الناس كيكتفوا بسميتو بالقنانب، وما كاين اللي كيمشي لتما وكيبات في الصباح كيولي بخير. شنو كيكون مالهم هاد الناس؟ هذوك اللي فيه الجنون كيجيو من العائلات من الدار البيضاء والرباط وكلشي من مراكش، وكيطلعوا تما وكيزوروا كيوروا كيولي بخير. صحيح داكشي اللي كيقول؟ لا صحيح، لا داكشي صحيح، راه مالك الجنون ماشي زعما داكشي راه حنا ولاد البلاد، ماشي داكشي راه كاين ماشي ما كاين. من كل حدب وصوب تشد الرحال إلى ضريح شمهروش من داخل وخارج المغرب كذلك. زوار كثر تقودهم قناعة بأن زيارة المكان كفيلة بتخليصهم من الجن والأرواح الشريرة التي تسكنهم. يتجشمون عناء وصعوبة الصعود إلى صخرتهم المقدسة، يقدمون القرابين ويطلبون الشفاء. هذاك المريض تيطيح، تيكون هو ما عارفش راسو مريض، هي تيوصل تم تيطيح صافي، لا طاح راه صافي راه مريض، كيبقى يتصرع حتى تيخرج منه داكشي. انا ما عرفتش راسي واش فيه شي حاجه، من تنطلع لتم تنبدا نتقرع ونشرب ما زهر، والله تنخلي ولدي صغير هذا كان عرفتي شي من 90 تقريبا وانا تنطلع تم. كل عام بلاد راجلي زوين تنحس بالراحه، تنبكي راسي تنزل تنحس بالراحه بحال سمعت شي موسيقى مهدنه ولا. الناس اللي مرض هما اللي تعرفوا بقيمته، اما الناس الاخرين تقول لك لا داكشي ما كاينش، انت خصهم حتى يمرضوا عادي يجربوه. انتطينا هذه البغال اختصارا للمشقة، فسارت في طريقها المعتاد راضية بمهمتها كدواب إسعاف تنقل المرضى إلى المقام المقصود. بعد أكثر من ساعتين من المسير وصلنا إلى الضريح على ارتفاع 2800 متر في عمق جبال الأطلس الكبير، في مكان يعرف تساقط الثلوج حتى في شهر مايو. هذا هو ضريح شمهروش، حيث تعقد محاكمات للنظر في النزاعات بين الإنس والجن حسب الاعتقاد السائد. صخرة ضخمة مطلية بطلاء أبيض تحتها مغارة، وبجانبها مسجد صغير بصومعة متواضعة، وفوقهما 3 أعلام اختلط الأخضر فيها بالأبيض، تحيط بها أسراب من الغربان المسكونة بالأرواح بحسب ما يعتقده القائمون على المكان. هذه الصخرة تعتبر محجا للكثير من الناس ومن مختلف الطبقات، فقراء وأثرياء، منهم من يقضي ليلة واحدة فقط ويعود أدراجه، ومنهم من يمكث هنا أسابيع وشهورا بل سنين في انتظار الشفاء حسب القائم على الضريح. إلا ما يتكلش شهرين. بعض المرضى يقيمون هنا لشهر أو شهرين، وهناك من يمضي 10 سنوات بل 20 سنة، لأن المرض يعاودهم كلما غادروا هذا المكان فيضطرون للمكوث هنا في انتظار الشفاء. أكثر من 5 سنوات قضاها أحمد في هذا المكان في انتظار أن ينظر إلى ملفه من قبل محكمة ملك الجان حسب تعبيره. مسجون تنبغي نمشي في حالتي، ولكن تيبانوا لي عراقيل وكنرجع، يعني راك باقي مقبوض. امتى غادي نمشي حتى يعطوك لوتوراسيون باش تمشي في حالتك، واخا نمشي يعني غادي نتعرق اللي يوقع له دي بروبليم ياك. لوتوراسيون كتجي من طرف رؤيه حلم، يعني من طرف هذه المحكمه مثلا الربانيه اللي هي ديال سيدي سمهروش. سيدي سمهروش يعني هو ملك الجن، كتدفع الدوسي ديالك وتبقى تسنى لان هو الملك ديالك. هو ملك الجن وصحابي من الصحابه، كان في عهد الرسول. هو جني ولكن صحابي من الصحابه، كان في عهد الرسول. ويسمى سمهروش ابا الوليد نسبه لخالد بن الوليد. هو جني ولا إنسي؟ هو جني ولكن صحابي كومبانيون دو بروفيت،
هو صحابي. علاش صحابي؟ فهذا الرسول هذا سمهروش كان يصاحب خالد بن الوليد. في هذه الغرفة الباردة والضيقة المجاورة لضريح شمهروش يعيش أحمد في مكان لا يسمع فيه سوى خرير المياه ونعيق الغربان. مشيت لبلاد الغربة وكنت مريض هنايا، ديت معايا هذا المرض هذا نتعرف هذاك الشيء ديال السحر ياك، دخلني يعني باش مشيت تما بقيت خدام واحد 5 سنين، تعرقل عليا داك الشيء، ترونت يعني مرضت ما بقيتش خدام. جيت لهنايا المرض هو يعني المرض ديال هذا العالم الروحانيات ما كيبانش تيكون باطنيا ياك. شنو كيدير لك العراقيل في الخدمه، كيدير لك مشاكل في الخدمه مثلا في الزواج وتيبلوكوا لك داك الشيء. جيت لهنايا شفت رؤيه، يعني باش بديت انا كنطيق بديت كنشوف رؤيه وباش نشوف هذه الاحلام في هذاك الشيء اللي عندي، يعني هذا العالم الروحانيات بديت كنشوف شي يعني ملكات، شي حاجه في صفت كيجيوك مثلا ملكات كيجيوك في صفت تيجيوك في صفت فتيات، في صفت نساء. يزعم الناس هنا أن هناك المزيد من المقامات لملوك آخرين من الجن، فبجوار شمهروش يوجد عدد من المقامات لأسماء جن آخرين مثل سيدي ميمون والباشا حمو وللا عيشة. هنا في مصطدم الدين والخرافة والتقليد يصعب الاتفاق مع من تصلبت عقيدتهم على الإيمان بسلطة الجن على البشر. غادرنا المكان هروبا من برد قارس وفرارا من عوالم الجن والأسياد والقرابين.